شوط اول ممتاز بالتحديد من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عاملين شوط اول ممتاز، بس في فرق بين السرعه والاستعجال يا رجاله. في الخط الامامي في استعجال بشكل غريب في الخط الامامي، وكالعاده المشكله الوحيده اللي واجهتني في المباراه في الشوط الاول هو تريزيجيه صاحب الكوره، فاكر نفسه صاحب الكوره واخد كل حاجه على قلبه وكل حاجه على عاتقه كأن هو بس اللي بيلعب لوحده. لعب فردي، لعب غير مفيد بالمره، كله استعجال وكله نرفزه. انا بشوف ان الكابتن عماد النحاس، انا بشوف ان الافضل ان تريزيجيه يقعد الفتره اللي جايه، وبالتحديد بين الشوطين النهارده. النادي الاهلي عامل شوط ممتاز، ولكن في فرق بين السرعه وفي فرق بين الاستعجال. كل اللي موجود في الخط الامامي مستعجل ليه مش عارف. اما ركله الجزاء بتاعت نادي الزمالك فهي الكل شايفها ان هي من وحي الخيال، معرفش ازاي ما رجعش فيها للفار. كوره اساسا حرفيا من وحي الخيال، مفيش تلامس اساسا بين الاثنين لعيبه، مفيش تلامس حرفيا بين الاثنين لعيبه. ضربه جزاء من وحي خيال الحكم، ليس الا اعادتها صحيحه مليون المية. ياسر ابراهيم دخل المنطقه، ولكن ضربه الجزاء نفسها من وحي خيال الحكم. تمام. ضربه الجزاء اللي هو رجع فيها للفار هي فعلا مش ركله جزاء، من الوهله الاولى شفتها جت في بطن بنتايج مش في ايده، فطبيعي ان هو يرجع للفار ويلغيها. بس السؤال هنا ليه ما رجعتش في الفار لكره الاهلي وبصيت عليها؟ لان هي من وحي خيالك. تمام. شوط اول انا بشوف النادي الاهلي الفرقه عامله ماتش مميز، عامله شوط مميز، ولكن تريزيجيه مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي. تواجد تريزيجيه مشكله كبيره داخل النادي الاهلي وداخل تشكيل النادي الاهلي. تريزيجيه محتاج يقعد. تمام. معامل الفرقه استعجال، منرفز اللعيبه حوالين منه، مفكر نفسه صاحب الكره كالعاده وبيلعب لعبه كله فردي. انا بشوف ان اسوأ حاجه في المباراه هي تريزيجيه، وبشوف ان الفرقه عامله مباراه ممتازه، والتغييرات ان شاء الله ترجع الاهلي للمباراه.